وده القصر اللي اتصور فيه فيلم الايدي الناعمه اللي انتوا طلبتوه مني، اللي مثل فيه البرنس احمد مظهر. فعلا كده كان برنس كده في نفسه يا جماعه. أنا بجد الممثل ده من اجمل الممثلين اللي انا بحبهم، والجميله صباح والمحترم صلاح ذو الفقار. والمكان اللي انا واقفه فيه ده اللي هو ظهر القصر، قدامه النيل على طول. لما عدى البرنس احمد مظهر من قدام القصر وقال جملته الشهيره: وهنا ترون قصر كان عايش فيه واحد من العاطلين بالوراثه. وكان اكبر نشاط بيعمله انه كان بيتاوب. لكن مش كل مشاهد الفيلم اتصورت في القصر، يعني المشاهد الخارجيه بس اللي هي كانت في الجنينه اتصورت هنا، لكن المشاهد الداخليه اتصورت في قصر تاني هدور لكم عليه، وان شاء الله لو لقيته لازم هنزله لكم. اما القصر ده بتاع مين وحكايته ايه؟ بص يا سيدي، القصر ده معمول متحف اسمه متحف محمود خليل وحرمه. مين محمود خليل وحرمه؟ تعال اقول لك، بس كمل الفيديو للاخر لان حكايه القصر ده هتعجبك قوي. القصر ده كان ملك الواحد اسمه محمد محمود خليل. محمد محمود خليل ده ما كانش راجل عصامي ولا حاجه، ولا بنى نفسه بنفسه، ولا القصر ده جابه بعد شقه ولا اي حاجه، لا ده كان مولود وفي بقه معلقه ذهب. كان اهله كلهم اغنياء وعندهم عزب واطيان واراضي، لدرجه انه دخل كليه الزراعه للسبب ده، وورث ثروه كبيره جدا، وكان من اغنى الاغنياء في الوقت ده. كان راجل سياسي ومسك منصب وزير الزراعه سنه 1937 ورئيس مجلس الشيوخ سنه 1939. ايوه بقى، ايه علاقه الراجل السياسي ده بالفن والتحف والانتيكات اللي موجوده في القصر؟ تعالوا برضو اقول لكم. محمود خليل بعد ما خلص كليه الزراعه سافر لباريس علشان يدرس القانون في جامعه السيربون سنه 1897. وهو هناك بقى قابل بنوته فرنسيه جميله طبعا اسمها ايميلين هيكتور. ايميلين هيكتور دي كانت بتدرس الموسيقى، مهتمه باللوحات الفنيه والتماثيل والنحت وكده. محمود خليل وايميلين حبوا بعض واتجوزوا سنه 1903. ومن هنا بقى جه حب محمود خليل للفن واللوحات الفنيه، فبقى بيشارك ايميلين في كل حاجه ليها علاقه بالفن. وفي سنه 1918 قرروا ان هم ينزلوا مصر ويستقروا فيها، وعاشوا في القصر ده، وقدروا يجمعوا تحف نادره ولوحات لاشهر الفنانين العالميين، وكمان تماثيل لاشهر النحاتين في العالم، ده غير الاعمال المشغوله بالاحجار الكريمه. وده يعتبر اكبر واشهر متحف للفن التشكيلي في مصر. وفي سنة 1924 اشترك محمود خليل في تأسيس جمعية محب الفنون الجميلة مع الأمير يوسف كمال، ومسك رئاستها سنة 1925. وفي سنة 1953 توفى محمود خليل في باريس، ووصى ان هو لما يموت ينزل جثمانه مصر، وبالفعل نزل مصر واتدفن فيها. وقبل ما يموت وصى ان القصر بتاعه يتحول لمتحف. في سنة 1960 توفت زوجته ايميلين وسابت وصية ان القصر يروح للدولة ويتحول لمتحف، وفعلا القصر اتحول لمتحف سنة 1962. بس في سنة 1971 حول القصر ده لمقر رئاسي في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وكل مقتنيات القصر اتحولت لمركز الجزيرة للفنون في الزمالك. وفضل القصر مقر رئاسي لمدة 14 سنة لحد وفاة الرئيس الراحل أنور السادات. وبعد وفاة الرئيس محمد أنور السادات رجعت تاني مقتنيات القصر لمكانها، واتفتح القصر تاني متحف للجمهور بعد ترميمه سنة 1995. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. دي كانت حكاية قصر محمود خليل النهارده. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وفولو وشير عشان غيرك يستفاد، واستنوني في الفيديو الجاي. انا ياسمين الجلاد، باي باي.